مرحبا للكل، شلونكم؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله تمام. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم هو مختلف عن الفيديو السابق. هو فيديو روتين مع ابني في وقت المرض. فأتمنى تشاهدون الفيديو للنهاية، وأتمنى تدعمون الفيديو بلايك واشتراك وتفعيل جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل شي جديد. لاحظتوا بالفيديو السابق إنه عباس ابني فاز بالمسابقات، ولكن للأسف ما تهنى بالمسابقة ولا تهنى بالجائزة، لأن هو وراها انتكس نكسة كلش قوية. حتى شفتوه يعني إنه وديته المستشفى وبقينا 3 ساعات بالمستشفى. فدهورت صحته بشكل كلش قوي. صار عنده التهاب بالأمعاء وتقيؤ شديد، وكذلك إسهال شديد، يعني بحيث خليته 4 أيام هو بحالة يعني مثل الغيبوبة. فصراحة كلش تدهورت صحته. فحبيت أصور لكم مقتطفات إنه شلون بقيت وياه، شلون ظليت أهتم بيه، وشلون قدرت أخلي وضعه يتحسن. فهنا أول ما تشوفون هو كان وضعه جدا تعبان، يعني ما يقدر حتى يفتح عيونه نتيجة الخمول اللي صار بيه من الإسهال والاستفراغ. فحاولت إنه أعطيه دوش دافي حتى شوية يستعيد صحته. فهو الصراحة كان المود مالته مو كلش قوي، لأن نتيجة المغص المعوي اللي عنده. بس للأسف إنه يعني حاولت أروح المستشفيات، الدكاترة ما انطوني أي شي، قال هو فيروس، هو يصير وحده زين. وما اضطريت إنه أروح للصيدليات وأنا أشتري على حساب الخاص أدوية اللي توقف الإسهال أو الاستفراغ، ولكن حتى هالأدوية شفت إنه مفعولها جدا ضعيف. فحاولت قدر الإمكان إنه أكثر عنده السوائل، يعني أنطيه مية هواية، عصير هواية، يعني صح والعصير مو زين بس يعوض السوائل. جبت له فيتامينات. هاي الفيتامينات يعني لأن هو فقد مغنيسيوم هواي، الصوديوم هواي فقد، فلازم أعوضها بالفيتامينات. لأن الصراحة هو جدا مو زين للطفل الإسهال والاستفراغ. فمثل ما تشوفون صحة ابني، يعني شوف وضعه صحي جدا، يعني خطية تدهور، يعني حتى ما عنده قابلية انه يحكي او يعني يوقف على حيله. مجرد بس حالة الدوخة عنده كلش قوية صارت، و يعني حتى نوم ما يقدر ينام. فبالليل أنا كلش سهرانة وياه، يعني لأن بالليل يصير عنده مغص كلش قوي وإسهال كلش قوي، فبقيت سهرانة وياه. فالصراحة أنا همين كلش تعبت وياه، بس أقول الحمد لله وشكر إنه الله انطاني الصحة حتى أقدر إنه أداريه أهتم بيه. فالحمد لله على كل حال. هنا مثل ما تشوفون إنه حاولت إنه الشراشف مالته لازم كل يومية إنه أغسلها بهذا التعقيم، هذا الديتول مال ملابس خاص، لأن ما أريد أبقيها. وهمين الغرفة مالته لازم أعقمها، وكل ملابسه لازم أعقمها. يعني أما يصير يعني يمكن هي تكون مثل الجرثومة، فكل يوم لازم أبدل الشراشف مالته، الملابس، وهكذا يعني. وكذلك ولازم يعني أحاول يوميا إنه أنطيه دوش دافي، يعني خليه شوي حتى يستعيد صحته. هو دائما عندي عبوسي هو من يتعب ويبذل جهد هيك يتمرض. فأنا الخطأ مني إنه خليته يشارك بالماراثون. المفروض ما أخليه يشارك، بس هو لين هو حسب رغبته راد يشارك بالماراثون. بس لين الجهد اللي بذله، يعني انتظار، وكذلك 5 ساعات، يعني 5 كيلومترات قصدي المسافة. وكان الجو كلش بارد فما تحمل الطفل. فيلا هو كل شي قضاء وقدر، والحمد لله على كل حال. الحمد لله وشكر. هسه هو تحسن يعني صار أحسن من قبل. بس إن شاء الله الماراثون بعد ما أخليه أبد يشارك. فهنا حاولت إنه اليوم الثالث تقريبا أصور لكم إنه هو بدأ، يعني شلون بدأ شوية شوية إنه يبدي ياكل. هو كان الأيام الأولى نهائيا ما ياكل أي شي، يعني بس على المي عايش والحليب. فهنا شوي شوية بدأت جبت له هذا شوكولاتة، حليب بالشوكولاتة، شوية قام ياكل، يعني صارت الوضع الصحي يعني تحسن أحسن من قبل.
وهنا هذا المحلول أنا اشتريته إله هو ضد الجفاف، لحتى ما يصير بجسمه جفاف، حاولت إنه أشربه إله بس للأسف إنه ما أشرب من عنده، وذلك طعمه مو طيب، والشي الثاني يعني كل ما أشربه يظل يستفرغ أكثر، فتوقفت، فعوضته إنه جبت له فيتامينات ثانية، شرابات، وأيضا يعني قمت أشربه هواية سوائل. هاي اليوم السادس الحمد لله والشكر بدأ يستعيد صحته شوية شوية وقام ياكل، وهاي بعد مرور 10 أيام على المرض مالته إنه الحمد لله تحسن وراح للمدرسة مالته. فأني بخلال هاي الفترة حاولت إنه شنو عندي شغلات متوقفة حاولت إنه أسويها. فأول ما سويت إنه طلعت لهم الملابس الصيفية، لأن هو الصراحة الجو صار بدأ حار عندنا، فسويت الملابس الشتائية غسلتها أو ضميتها، وطلعت الملابس الصيفية أيضا غسلتها وكويتها وخليتها لهم بالكنتور. وكذلك همين يعني أخلي هم كم قطعة من الجواكيت والبلوز، لأن هو هنايا الجو بألمانيا يعني متقلب مو مثل يعني مثل بقية الدول، يعني حارة يعني للعصر تصير كلش باردة أو تمطر وهكذا. فواحد هم يخلي احتياط كم قطعة يعني ملابس شتائية ويا الصيفي. وهنا كملت الملابس وصفطتهم بالكنتور ورتبتهم، وكذلك همين ملابس ياسمين همين هي ساعدتني بنت ياسمين إنه هي تعلقها، فرحانة بيها، تحب الملابس الصيفية أكثر ما تحب الملابس الشتوية. والحمد لله إنه هاي كانت عندي المهمة كلش مضوجتني إنه أخلص منها، والحمد لله خلصت على خير. وهنا بدأ عبوس الحمد لله والشكر بعد مرور 10 أيام إنه بدأ ياكل ويستعاد صحته الحمد لله والشكر. يا رب يبقى هيك دائما صحته سالمة أو متعافي. آه، صراحة أني من عموز يتمرض أنا همي كذلك أتمرض سبحان الله لا إراديا يعني. فهو من يتمرض حسيت نفسي أنا همي بطني توجعني تعبانة ما أعرف إيش بيه، يمكن هو التعب النفسي هم يأثر. هنا وصلنا على نهاية الفيديو، أتمنى الفيديو كان عند حسن ظنكم ورضاكم، أتمنى أنه أشوفكم على الفيديو الجاي، مع ألف ألف سلامة.